يا شيخ صلي على سيدنا النبي في قلبك قبل اي كلام، وهو ده الهدف من الكلام. يا صاحبي خد الكلمتين دول مني وبعدهم ما تقلبش وما تدورش، عشان اللي جعان من بيته هو بس اللي على المصلحة وعلى القرشين وعلى الفرقة وعلى الحرمة ويدور مرش، انما الشبعان يشم ضريده يشبع. ابن العز وابن الاصول يفضل مقامه عالي بالحب وبالجدعنة على طول، عمر ما يتغير. اللي ثابت على مبدأ من يوم ما اتولد وفضل ثابت عليه سقفة ليه، عشان من يوم ما بدأنا واحنا ما غيرناش مبدأنا، احنا زي ما احنا ولا الزمن لحلحنا. من يوم ما كنا بنلعب بيلي في الشارع في حتة شعبية لحد الآن احنا زي ما احنا يا صاحبي، ولا حد هيلحلحنا. وكده كده الخسيس والغدار والخاين طول عمرنا ما بنحبوش وما مشوش. وكده كده يا صاحبي بفيتي نفسي وفريقي نفسي ومصاحب نفسي ومكتفي بنفسي وفي حالي والحالي، وما بشغلش دماغي بحد. بس الناس اتحولت يا صاحبي، الناس اتحولت، كله بقى فوكس، كله قلب فوكسات. الناس كلها تعالي يا صاحبي. الناس يا صاحبي بقت غريبة، كله بيشغل دماغه، الناس أصلا بقت بتشغل دماغها على نفسها. يعني هي الناس كده لو ما لقيتش حاجة تشغل دماغها فيها يقعد يشغل دماغه على نفسه، يرازي في نفسه بدل ما حد يرازيه، عشان الناس بقت غريبة. والصح بص يا صاحبي، هي كلمتين من الآخر وبرضه فيهم ما تقلبش. أقسم بالله شيء، مرض الأنا قسما بالله مش موجود، والثقة في الله وفي نفسي ملهاش حدود، لأقصى أبعد الحدود. شرفت اللي مشاني واللي احتاجني لقاني، وعمري ما كنت أناني. عليت في ناس بايعاني بس كله طلع قلب على الوش التاني، عشان كلها بقت بوشين. هما كانوا لابسين وش الطيبة وراحوا بقى ايه، قلبه على الوش التاني ضارب بقى الفوكسية اللي انا لسه بقول لك عليها في الاول، الثعالب، تشغيل الدماغ بتاع البشر. والبشر كلها بالزوم على الجنين، البشر كلها بالزوم على المصلحة وعلى الكاشات وعلى السيكامنص. وكله كده كده يا صاحبي بيعتمد المصلحة ما بيعتمدش غيرها. ففي هذا الزمان سنة 2025 التزم حالك، خيط بقك، اعمل لنفسك باسورد، انت فاهم؟ مش اي حد يعرف ان هو يتعامل معاك، ومحدش يتعب دماغك. هجيب لك الخلاصه يا صاحبي، اعمل وضع الطيران، تليفوني على وضع الطيران، محالي رايق انا سهران عمال بفكر في المزه وحيران، عشان حركت معظم احاسيس، عشان مبقاش في حد يا صاحبي عنده اصول، مفيش حد على السليم، كلها على البايظ وكلها بتبيع نفسها عشان المصلحه. كده كده الحمد لله بقى شبعانين ولاد شبعانين، وملناش مصلحة مع حد. ولو لينا مصلحة عند الكلب مش هنقول له يا سيدي، اقول له يا كلب، هو اقول له يا بوبي. فاهمني يا صديقي؟